الدواب للأسف صاروا يشربوا من الأراضي المي. الدواب الدواب اللي عملوا ثورة صاروا هلأ عم يشربوا المي تشرب من الأراضي، من موحات المي اللي بتنزل مطر. وين؟ في مناطق الشرقية، في مناطق دير الزور والرقة. ولا زال الترقيع مستمر طبعا لهؤلاء اللي ما بيعرفوا غير يرقعوا لسوء أفعالهم. هدول الناس شو بيفرقوا عن البشر ككائنات؟ يعني شو بيفرقوا عن البشر؟ بيفرقوا انه الانسان الطبيعي البشري عنده فعل وليس فقط ردة فعل. عنده فعل، يعني هو بيقدر يفعل، بيقدر يفتخر بأفعاله، بيقدر يقول أنا هنا موجود بأفعالي اللي ما حدا بيقدر إلا يمدحها. هؤلاء لا، هؤلاء ما عندهم هيك شيء. هؤلاء فقط عندهم الترقيع لأفعالهم السيئة. ولذلك كمرض سلوكي عندهم هو الكذب المرضي اللي بسميه علم النفس pathological lying. يعني هدول الناس لأنه فارغين ومجوفين وما عندهم شيء كويس، حتى نوايا جيدة ما عندهم، يعني حتى نية كويسة ما عندهم. فهدول لحتى يقدروا يعيشوا بين البشر لازم دائما يكون عندهم ديفنس ميكانيزم، يعني آلية دفاعية عن وجودهم، مع انه هن سيئين. يعني هو بعقله انا سيء، ولكن انا بدي افرض نفسي على البشرية كلها. انا سيء، انا مجرم، انا قاتل، انا مغتصب، بس بدي افرض نفسي على البشرية كلها. هون هو بيحتاج لانه يرقع بنفسه، لانه يلبس اقنعة. فبيكون الكذب هو الاساس، البيز تبع وجوده. لذلك انتوا وقت بتشوفون هدول كذبهم لا ينتهي، حبل الكذب عندهم لا ينقطع. ليش؟ شو السبب؟ السبب انه هذا ديفنس ميكانيزم ما بيقدروا يعيشوا بلاه. يعني هو وقت اللي بيصدق بيأنبوا ضميره، وقت اللي بيصدق بيخاف، لانه بس يصدق بينهار، بس يصدق يصير صادق بينهار، ما ضل عنده ديفنس ميكانيزم. لانه اذا بلش يصدق بده يعترف بانه هو مجوف، بانه هو خالي، بانه هو نيته سيئة، بانه هو مخرب، بانه هو قاتل، بانه هو بس هدفه التدمير، بانه هو عنده كره، عنده حسد، عنده عقد نقص لا نهاية لها، مسبحة من عقد النقص حبات لا تنتهي. فإذا هدول الناس بيحتاجوا الكذب. يعني الكذب مانو يستخدم في الضرورات فقط الثانوية. يعني ممكن الإنسان الطبيعي يكذب، مثلا لنفرض ما فاق على الشغل، لنفرض انحرج قدام مديره، شو بده يقول له؟ فيقول له أنا كنت مرضان مثلا. هون يعني حتى هذا شيء إذا الإنسان بيقدر يتجنبه لازم يتجنبه هذا الكذب، بس هذا يعتبر في الحدود اللي ما مرضية يعني. أما هدول الناس كذبهم مرضي، ما بيقدروا يعيشوا بلا كذب. الكذب بالنسبة لهم غذاء أهم من الشرب، من الأكل، أو هو السبب اللي بيخليهم ياكلوا ويشربوا ويعيشوا بين البشر. إذن هذا الكائن للأسف غير عن كل البشر. البشر بيعيشوا على طبيعتهم، بيعيشوا أحرار. ليش هدول بقى بيحسوا حالهم عبيد؟ لأنهم مضطرين يضلوا يكذبوا، ما بيقدروا يظهروا حقيقتهم. الحرية طبعا هي حالة انسجام الفرد مع الواقع اللي هو عم بيعيش فيه. بس انت حسيت بانسجام بتحس حالك انك حر. يعني بتصير بتحس حالك انك انت ما في داعي لا انك تصنع، ولا انك تتقيد، ولا انك تحط اقنعة، ولا اي شيء. بتكونك هيك على طبيعتك، منسجم في بيئتك، منسجم في حياتك، منسجم مع نفسك، منسجم مع الآخرين. انت هيك بتحس حالك انك حر. الحرية هي ما قالب معين، كل انسان فرديته تختلف، حريته تختلف عن الانسان الاخر حسب هو شخصيته، هو بشو ينسجم. هذا الانسان لا يستطيع ان يكون حر لانه داخله ما بيقدر يظهره للآخرين، ما بيقدر يعبر عن ذاته، هو مضطر انه يكذب. فلذلك هو لانه مضطر عم يكذب على الناس الأحسن منه،
بيقلك أنا ما بقدر أتصرف على طبيعتي غير أقضي على الناس اللي أنا مضطر دائما أكذب قدامهم. فهون هو طبعا بيطلع كل وسخه وزبالته. لما الطرف الآخر اللي هو مضطر دائما يبرر قدامه بيضعف ماشي، أو ما بيكون عنده سلطة، هون بقى بتطلع كل زبالته، مثل ما هلأ صار عنا بسوريا. يعني هلأ هن بالنسبة لهم أخذوا حريتهم إنه هن ما عاد داعي يضلوا عم يكذبوا إنه هن ما طائفيين، لا هن طائفيين، وهن بدهم يقتلوا على أساس الطائفة، وهن بدهم يقتلوا الآخرين على الأساس الديني، وهن بدهم يكفروا، وهن بدهم يغتصبوا نسوان، وهن بدهم يعملوا زنا المحارم علنا حسب ما بشرع لهم ابن تيمية. كل هالقصص هاي ما عاد في داعي إنه يخبوها، هيك هن بحسوا نفسهم منسجمين مع التواليت اللي هن ربيوا فيه، الفكر التواليت اللي هن تربوا فيه ونشأوا منه، فبحسوا انه هن منسجمين بهاي الطريقة. يعني كل ما اخذوا حريتهم اكتر وطالعوا زبالتهم اكتر ببين قبحهم اكتر، وهي الحرية بالمختصر اللي بدهم اياها. هلأ شو بقى مشكلتهم وليش هن ما عم بيحسوا حالهم لسه منتصرين؟ لانه لسه الطرف الآخر اللي عم يحاسبهم على عدم أخلاقهم موجود. يعني هلأ النظام كان فيه عنده رقابة أمنية مثلا، كان عم بيراقبهم ماشي، الرقابة الأمنية كانت لازالت موجودة، فكان هاي عقبة بالنسبة لهم. لسه هلأ العقبة وجود الأخلاق، العقبة وجود ناس تمتلك في مجتمعها وفي بيئتها وفي تربيتها وفي أخلاقها وفي دينها أخلاقيات لا تنسجم معهم. يعني مثلا هو بده يقول لك أنا بالنسبة إلي الفقه الشافعي حلل الأب يتجوز بنته من الزنا مثلا، إذا هو زنا وجاب بنت بيحق له يتجوزها. هو ليش ما بيقدر يطبق هذا الشيء؟ لأنه موجودين ناس في نفس مجتمعه بيرفضوا هذا الشيء رفضا قاطعا، فهو ما عم بيقدر يطبق هاي الأمور لسه اللي هو بنفسه يطبقها، ولسه في أمور فظيعة كتير كمان يعني، وأمور شنيعة أكتر. هلا السبي لهلا هو ما مسترجي يسميه سبي، يعني وقت عم يخطفوا بنت عم بيحاولوا يقنعوا القصة، هن ما بيعجبهم هذا الشيء، يعني هن متضايقين من قصة انه من الترقيع. خلص يا اخي نحن بدنا نقول هي سبية، وبدنا نقول انه نحن بدنا نغتصب، وبدنا نقول نحن بدنا نعمل، بدنا نقول نحن بدنا نخطف، بدنا نقول بدنا نحن نقتل. ليش محاصريننا؟ ليش المجتمع الدولي محاصرنا كله؟ بسبب مين؟ الأقليات. أخلاق الأقليات زعجتنا، أخلاق التعليم المسيحي زعجنا، أخلاق تعليم الديانات الأخرى زعجتنا، لأنه بتسلط الضوء على العفن والظلام وانعدام الأخلاق اللي عندهم. فهذا الشيء اللي زعجهم ومحسسهم أنه لسه ما انتصروا، لسه ما انتصروا، يعني الظلام لسه ما انتصر على النور بشكل كامل. خلينا نقول هن هدفهم يعملوا سوريا بقعة مظلمة ما حدا يشوفها ولا يشوف شو عم بيصير فيها من قذارات ووساخات، أو ما حدا يحكي على القذارات والوساخات. لذلك هو دائما عم يكذب بيكذب 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 بلا كلل أو ملل. ثانيا عنده أسلوب تاني لما بده يفعل أي شيء، قبل ما يفعل فعلته بس ينويها هو بداخله، قبل ما يفعل بيتهم غيره فيها، بعدين بيفعلها هو على أساس أنه عمل ردة فعل. يعني مثلا أعطيكم مثال، على مدى 14 سنة كان عم يتهم النظام نظام الأسد بالطائفية، مع أنه بشار الأسد كان متجوز وحدة سنية، يعني على مستوى بيته ما بيحب بيحكي بالطائفية. يعني لا يمكن أنه يكون بشار الأسد تكون مرته سنية وبيحكي على السنة أو بيسب السنة، هذا الشيء لا يمكن. أولاد حافظ أسد كلهم أخذين أساسا متجوزين من الطائفة السنية. فهذا الاتهام ليش اتهموا؟ لحتى يبرروا بعدين طائفيتهم. فهن شو بيعملوا؟ كل ما بده يعمل هذا الكائن الدابة بده يعمل عملة، شو بيعمل؟ أول شي بيجيب حدا آخر بيتهمه بنفس الفعل، بعدين قال على أساس إنه هو عمل ردة فعل. طب جيب وقائع ودلائل إنه النظام طائفي. هل في يوم من الأيام في سوريا طلعوا الناس بالشوارع وقالوا بدنا نبيد السنية، بدنا نقاطع السنية؟ ما في. هدول رب الكذب هن هدول،